انا رجعت للطب بسبب الايه دي. يعني انا كنت زمان بسبب التفرغ للدعوه قررت ان انا مش هعمل حاجه في حياتي غير الدعوه الى الله، وسبت الطب. الايه دي هي اللي سبب في ان انا رجعت للطب تاني. بعتبرها من اخطر ايات التربيه الشخصيه وتعديل الشخصيه في القران كله. واذا حللتم فاصطادوا. واذا حللتم يعني خلاص انت فكيت الاحرام بتاعك وخرجت من حدود المواقيت، خرجت من حدود الحرم المكي وبقيت في الحل، خلاص خرجت من الحرم وفكيت الإحرام بتاعك. اقلب شخصية تانية بقى. يعني اقلب شخصية تانية، هي ايه الدروشة؟ ما يقول لك فلان متدروش. يعني ايه فلان متدروش؟ يعني هو جوه الصلاة عايش مع الله، بره الصلاة هو عايش في نفس المود، هو مش عايز بقى يخرج للدنيا. مراتك بتكلمك ركز معاها، لا 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 ما تفصلينيش. اولادك محتاجين يتناقشوا معاك في حاجات وتذاكر لهم لا 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 ما تفصلونيش. رايح الشغل بتاعه ركز في شغلك وتعلم المهاريات بتاعته، ذاكر احضر المحاضرة اطلع مكتبة الكلية، مش عايز افصل، انا عايز افضل عايش في المود بتاع العبادة. لا 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 دي اسمها الدروشة بقى. واذا حللتم فاصطادوا، خرجت من العبادة ما تتقمصش مود العبادة بتكلف لدرجة انك انت مش عارف تعيش، مش عارف تخطط، مش عارف تشتغل. لا دي تربية شخصية، اتحول لإنسان قناص. عشان كده فاصطادوا مفيش مفعول به. فاصطادوا ايه؟ فقال لك اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، تشمله الآية. وقال لك فاصطادوا على وزن فافتعلوا، المبالغة في الصيد. انت خارج انسان تاني، انسان قناص. انت في ورد العبادة اليوم بتاعك، في صلاة الجماعة، في ورد الدعاء، في ورد القرآن، انت انسان عايش مع الله لا ينام قلبك. انت وانت في وسط الشغل والدراسة وبيتك واسرتك واولادك ومهام الحياة، انت انسان حياتك كلها شخصية قوية واعية، انسان سنايبر، انسان قناص. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. كل واحد يروح يشوف ثغره. انت المصنع بتاعك روح شوف مصالحك، وانت تجارتك روح شوف مصالحك، وانت راجل بتعمل ابحاث علميه في كليتك، دكتور في الجامعه شوف مصالحك، وانت راجل فاتح سوبر ماركت روح شوف مصالحك. فانتشروا في الارض. وانت مهندس وانت دكتور وانت صيدلي، كله ينتشر في الارض، كل واحد يقف على الثغر بتاعه. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. يعني انا كنت في صلاه الجمعه يا رب والخطيب طلعنا السماء وقعد يكلمنا عن الاحتضار ونعيم القبر ويوم القيامه، وقلوبنا كانت طايره في السماء يا رب. انا والصلاه كمان بقى كانت ايات رهيبه اتقرت في صلاه الجمعه. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، كل واحد يروح يشوف شغله بقى. ما تعيش في المود. خلاص العباده لها وقتها، وإقامة الدنيا والدين لهم وقتهم. واحد صاحبي كان رايح مشوار في مستشفى أنا كنت شغال فيها زمان، وكنت يعني قعدت سنتين شغال في أمراض الكلى. أنا يعني مستنيه عما يخلص المصلحة بتاعته، فسمعت قول الله وإذا حللتم فاصطادوا. فالآية كده معرفش أنا حسيت إن إيه، يعني الآية بتقول لك إن الإنسان المؤمن إنسان ما بيضيعش فرص. فيعني بصيت على الآية كده، هي ايه الفرصة اللي هنا؟ الفرصة اللي هنا ان انا كنت هنا موجود واشتغلت سنتين ومع مرضى الكلى، وانا عندي شهادة خبرة المفروض اخدها. فخدت من المستشفى وانا واقف شهادة الخبرة، شهادة الخبرة في سنتين. بعدها بفترة بسيطة حبيت ان انا اكمل الدراسات العليا تاني وامشي في سكة بقى الماجستير والدكتوراه. فطب انا هرجع بقى في انهي جامعة؟ فلقيت شروط التقديم في الجامعات في هذه اللحظة، بدأت ادور لقيت ولا جامعة الشروط جاية معايا الا جامعة واحدة بس. ولقيت الشرط الوحيد اللي هي طالبه بره الشروط الموجوده شهاده خبره، وانا معايا شهاده الخبره. فسبحان الله، يعني الموقف ده ربنا رتبه عشان الواحد يروح، وفضل ومنه الله. والواحد رجع بقى والدنيا اتغيرت خالص بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. والواحد بدا يدرك يعني ايه التوازن ما بين الدين والدنيا، وان ده مراد لله سبحانه وتعالى، عشان نبقى نماذج نشجع الناس على الاقبال على الله، مش نحسس الناس ان اللي هيدخل التدين هينفر من الدنيا ويفشل في الدنيا. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لازم يبقى عندكم شخصيه قويه في الحياه، لازم تبقوا شخصيات مؤمنه بالاستراتيجيه والتكتيك والتخطيط والاراده والتنفيذ، وشخصيات عندكم روح مبادره وعندكم فاعليه وعندكم ايجابيه. لازم تبقى شخصيه صانعه للحياه. وقت العباده استاذ عباده، ووقت ممارسه الدنيا استاذ دنيا في سبيل الله. الاثنين دول جنب بعض يطلعوا النموذج الناجح